بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا عمل اليوم إن شاء الله. هذا فيديو إن شاء الله نختصره. فيديوهاتي كلها تقريبا ساعة من الوقت، وهذا إن شاء الله نختصره لربات البيوت التي ليس عندهم وقت، والإخوة والأخوات، ولكل الناس المطحونة، الناس المطحونة الغلابة التعبانة بحياتها. اسمع هذه الآية يا أخي يا أختي، اسمعوا هذه الآية. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني يا محمد لما كان الرسول عليه السلام بيننا ما كان الله ليعذب هذه الأمة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار حبل النجاة. ذنوبنا هي التي تحول بيننا وبين رغد الحياة. نحن نتكلم على القال والقيل كثير، من ونشك في الناس اللي حوالينا، ونغتاب هذا ونغتاب هذا كلياته سبب شقائنا. أكبر مصيبة عندنا القال والقيل، والظن والكلام الفاحش والتفحش والتذمر، وهذا كلياته هذا والله سبب ذنوبنا، السبب يعني الوضع اللي احنا فيه، فيعذبنا الله في هذا الأمر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. منتوب إلى الله من كل الذنوب، خلص بكفي. إذا بدك تضلك تحكي على جارتك، وانت تحكي على جارك، وانت تحكي على أخوك، وذاك يحكي على أخوه، فانت رايح تبقى باللي انت فيه، رايح تبقى بالمستنقع. بدك تطلع من هذا المستنقع، توب إلى الله، استغفر من هذا الذنب، أكثر من الاستغفار. نعم، ربنا بيقول بدنا مصاري، بدنا أولاد، بدنا حياة طيبة، بدنا حياة كريمة. في سورة نوح ربنا ذكر شو تعمل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فهمتوا؟ ويمددكم بأموال وبنين عندما نستغفر. استغفر الله هو طرق على الباب، طرق يعني، وكأنك بتقول هاي كلها مسابح، كلها فيها مسابح، هاي عشرات المسابح كل يوم إن شاء الله، كل يوم 30,000 زائد. الذي لا يستطيع 5,000 6,000، لكن خليك كل يوم وقف عن الغيبة والنميمة، وقف عن القيل والقال، وقف عن قول الزور، وقف عن الحرام، وقف عن الذنوب. مجبور توقف، لأنه أنت عمال تنزل لتحت بقلب البير بالذنوب. مقهور بدك تحكي بحاسبك ربنا، بتنزل بالبير أكثر. طيب بدك تضلك تستغيب فلان وتستغيب فلان، بتضلك تنزل على قلب البير، وانت بتضلك صعب انك تطلع، بتضلك حالتك تعبانة وما فيش فلوس، وربنا عمال يعاقب فيك وانت مش عمال تفهم الدرس. هاي مشكلة. توبوا الى الله من الذنوب كلياتها. توب، وقف، مش انت تعبان، مش انت مريض، وقف خلص. قل يا رب التوبة. اهم شيء حقوق العباد، يعني تحكي على الناس، تظلم الناس، تسرق الناس، يعني حقوق الناس ما بينك وبين الله، بس تستغفر الله بيغفره. عندما تتوب من ذنب وتقبل الله بيغفره. يعني تأخير صلاة، تأخير صوم، تأخير كل هذا، بصرك فالت، هاي كلها عندما تتوب إلى الله ومتى تقول سيد الاستغفار فالله بيغفره. لكن انت حكيت على الناس، انت حكيت علي، انت اسأت الي، فاضل يحاسبك عليه. والله يبتليك بشيئين في هذه الدنيا: منع الرزق، والرزق هو يتعدد من المال والبنين والحياة الطيبة، كل هذا رزق، والصحة. فهذول الشيئين بيعاقبك فيهن. فإذا ما فهمتش إنه الله عمال يعاقبك في المال وانت قليل المال، وبعدك مستمر سيعاقبك في الصحة،
وبتصير انت قليل مال وفيش صحة كمان، وانت مش فاهم. افهم. في 2015 استغفرت الله 30,000 مرة. مش كان في قصتين عشان تفهموا، كان في قصتين عندي. قصة واحد مستغفر كل اليوم بدون عد، استغفر الله يا عمي، الصيغة هي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طلع استغفر الله 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 استغفر الله. هاي الصيغة. طيب ليل نهار ذلك بدون عد. كان في قصة ثانية، هني قصتين أنا أخذتهم مع بعض والله بال 2015. القصة الثانية كانت 30,000 استغفار، فكنت مسكت. ليش 30,000 استغفار؟ مستجاب الدعاء. الثاني قال يأتي المال. كان عندي حاجة ملحة، بدي إجابة الدعاء مش بس مال. كان في عندي حاجة ملحة مش بس مال. يعني ما بتكفينيش قصة إنه كان يستغفر بالليل والنهار وأتاه المال، لا، كان عندي إشي أكبر من هيك. كان في عندي سحر معقد جدا، وأبطل الله هذا السحر بالاستغفار. 30,000 30,000 30,000. هيأ لي الأسباب، ربنا هيأ لي الأسباب إنه أبطل. طيب بالاستغفار أنا بعت أرض عشان أسد دين، ما قدرتش. بالاستغفار قضى الله عني أكثر من حق الأرض من حيث لا أحتسب. فأنت ما عليك إلا يا أخي عشان أنت ترفع حالك من هذا الدين والحياة الوحشة والحياة اللي مش جميلة ومش عارف حالك شو تساوي. بدنا نسكر ثمنة، خلاص بكفي، وعينينا نضبها وذنينا نضبها. بدنا نرتقي، خلاص بكفي، نزلنا كثير لتحت بالوحلة، خلينا نطلع. هاي بساطة الكلام. اسمعوا ردوا علي، خلص بكفي. لا جارتي ولا امي ولا اختي بديش احكي على حدا، ما بدي اجيب سيرة حدا. واستغفر الله، ظني استغفر الله بالليل وبالنهار، لاني انا سويت جبال من الذنوب بالسابق، جبال سنين وانا ساوي جبال دمها. هذا كيف حقها؟ هاي الذنب اللي بينك وبين الله بس تستغفر الله بقيمه. لكن انت حكيت على كل بلدك وكل اهلك، وليل نهار ليل نهار ليل نهار، كل يوم وانت وجارتك وانت واختك وانت وزوجك، طخ 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 طخ، حكي على جارك وعلى اخوك وعلى سلفك وعلى اي، هذا كله تدفع ثمنه. فبنستغفر لانه هذا الاستغفار اللي انت بتستغفره الله بده يعطيه يوم القيامه لهذاك للي انت حكيت عليه، عشان يعطيته لانه بده حقه منك. فالله بيعطيه حسنه عشان انك انت خلص ربنا سماحك في رصيد من الاستغفار يعطي لهذيك الناس. فهمت؟ أنا استغفرت الله 6 أشهر، أكثر من 80,000 دولار قضى الله عني دين. ليه؟ مش يعني تدريجيا نصبر. أهم شيء إني نصدق إنه هاي الآية حق. ربنا بقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. أول شيء بيعطي مطر، وين ما اعطاكش مطر مش مهم، في فتوحات. ممكن تشوف رؤية فيها مطر، ممكن تشوف في رؤية جميلة بتبشرك بخير القادم. ممكن بالشتاء انك انت طيب شتاء هذا شو بدي اعرفني شتاء يعني بفصل الشتاء شو بدي اعرفني هذا مطر ولا مش مطر؟ نستبشر خير في الرؤيا، دائما نستبشر خير ونظن خير في ربنا. ان احنا بدينا نستغفر ونقيم من هاي الذنوب، نقيم قديش بتكثر قديش بتقلل مدة العقاب اللي انت قاعد فيه. وكأنه في عليك محكومية سجن، خلينا نقول مثلا 5 أشهر، وإن اجتهدت بتصير 3 أشهر. فهمت؟ بلاش يعني 30,000 0 30,000 أنا أخذتها أساس أكون مستجاب الدعاء، وقد تحقق هذا والحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم. طيب ولكن الاستغفار استغفار يمحى الذنوب. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله يا أخت ذلك. مين أحسن؟ فلاني وفلاني وجارتنا وبتحكي هذاك وشافت هذا وشوفنا هذيك ولا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كل اليوم استغفر الله. معناها هذا الباب باب الله، هذا باب الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بتدق على باب الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني يا رب افتح لي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يا رب افتح لي. استغفر الله. تخيل انت ابنك الصغير لما بيقول لك يما 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 يما، تقول له خذ وحل عني. هكا الله يحب العبد اللحوح. فوالله ما بتستغفروا مدة بسيطة إن شاء الله، مدة بسيطة بتتوب عن الذنوب، بنقبل على الله. الله بيحبنا بده يعطينا. أنا أرى هذا بأم عيني إنه الله بده يعطي الناس ما بيشرعوا بالاستغفار إلا الله يمطر السماء عليهم. تزعلش إذا ما أمطرش عليك، افرح، هذا وعد الله الحق. أهم منك إنك أنت تصدق إن الله قادر على أن يحقق وعده. من توب ونسأل الله يا رب توب علينا، نصلي ونستغفر
بنقبل على الله كلياتها هاي. يعني اليوم 21,000 حتى الآن مع سورة البقرة، بعد لي سورة طه و9,000 لليوم. وأنا بعطي دروس وبسمع، أنت بتابعكم. هاي 30,000 كلهم 30,000، إلا في واحدة كانت عندي يوم هي بعدها مع معدودي 56,000 56,500. هاي كانت أكثر يوم سويتها، كانت هويني. ما علينا، بدنا نتوب من الذنب ونستغفر الله وشوف الفرج. والله الفرج سريع، الله بده يعطينا، بس إحنا اصحك تنسب الفضل لغير الله، اصحك تقول له ما فلان ولو ما فلان. لا، قل الحمد لله يا رب، هذا كله من عندك. حد جاب لك فلوس، قل له الحمد لله لله، الله اللي جاب لك الفلوس. بتقول له بارك الله فيك، بتقول الحمد لله. اصحك تتلك يعني تكبر بهذا. مليح، احنا بنحمد الناس، يعني بنشكر الناس جزاهم الله خير، ولكن الله اللي جاب هاي الفلوس، الله اللي اعطاك هذا الاشي، الله اللي بده يرفع عنك البلاء. مش اذا واحد اجى قضى عنك الدين تصير وين بكل مجلس فلان الفلاني فلان. قل الحمد لله، الله ساق فلان الفلاني علينا، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا. هيك بالليل، يا رب شكرا لك، يا رب يا رب يا رب لك الحمد ولك الشكر يا الله. يا رب انا بعرف هذا كله منك وكله من عندك، وانت يعني انت الذي امرت فلان انه ياتي لي بهذا المال. نعم، ننسب الفضل لله، مش فلان وفلان. احنا بنشكر فلان بارك الله فيك جزاك الله خير، ان شاء الله بيفتح عليك، ان شاء الله بنرد لك اياها هيك من باب المجامله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن مش انه نتعلق بالرجل الا سعدنا، لا، الله. طيب احنا قلنا استغفرنا بال2022، استغفرنا بال2015، وامطر الله السماء ب30,000، وقد امطر الله الناس. شفت يعني تعليقات، اقرأوا التعليقات برجاء، اكتبوا تعليقاتكم، والله بتشجع غيركم. الا استغفر مثلا، صار له مده بيستغفر وجاءه مال او جاءه مطر، ماذا حصل له؟ والذي يقرأ سورة البقرة، بعدين بنتكلم عن سورة البقرة. اليوم استغفار، اهم شيء انك تبدأ انت بالاستغفار. اهم شيء تبدأ تمسح ذنوبك، مش سورة البقرة، لا. اهم شيء ذنوبك، ننظف حالنا من الذنوب. يعني كيف اللي بتوضا، الاستغفار هو وضوءك من الاشي عشان تقبل على الله. التخلي، بتتوب من الذنوب وتستغفر عشان بعدين نفوت على ابواب ثانية جميلة. والمال بيجي بالاستغفار، والاولاد بيجوا بالاستغفار، والصحة بتيجي بالاستغفار. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلة المال وقلة الولد وقلة الرزق وقلة الصحة والغلبة والحياة طحن، هاي كلها بسبب الذنوب. نتوب عن الذنب ونستغفر الله نستغفر الله، والله بفكفك هي الامور سريعا بقل من شهر ان شاء الله بتبقى الامور تتلحلح. ولكن صدق، لو تاخر عليك كمان شوي مش مهم، بدي يشوف ربنا صبرك. لهون بكفي. الاستغفار مفتاح السعادة، الاستغفار مفتاح كل خير، الاستغفار مفتاح كل اشي اغلقه الله عليك. فاللي بيقدرش يعد شو الصيغة، استغفر يا اخي ليل نهار باللي بدك اياته، باللي بدك اياته. انا الزمت نفسي ب30,000، كنت اخذت القصة ب2015 وطبقتها، وامطر الله لي السماء وجاء بالمال وكل شيء. بيجي الله في قصة ثانية كمان بال2015، الثنتين اخذتن. كان الزلمة الرجل يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليل نهار، والله سواه مليونير. واثنين ابو 30,000 واثنين صاروا مليونيرية. لانه الثاني ابو 30,000 هو معي اسا بالفيسبوك بيحكي معي، وهو ملياردير من 2012 هو بيستغفر فوقية 30,000. والقصة الثانية من 2015 قال أنا يا شيخ قل للناس إني أنا استغفر الله ليل نهار قايم قاعد جالس واقف قاعد بستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما بيعد، لا معه مسبحة ولا شيء، خلاص بيعد بالشغل بالهاي بالدار بيعد خلص. المهم انك انت الا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فانت تستغفر الله وان شاء الله الله بيفتح عليك. قريب جدا بيفتح عليك، بس هيك امن. المهم انك تامن انه هاي آية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا. كل ضيق، شو اللي مضايقك؟ كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا. كل هم، شو همي؟ اولادي، جوزي، حياتي، مشلبكي، من كل هم فرجا. ورزقه مش منين بتحتسب، من حيث لا يحتسب. انت بتفكر من الوظيفة، لا 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 لا، من حيث لا تحتسب. هذا شغل الله، الباقي على الله. انت اصبر والباقي على الله. طيب
استغفر، تب من الذنب، وشوف الفرج القريب جدا جدا جدا. هون بدي انهي هذا الفيديو، بدي استعمله. في ناس اسا بدي تعليقاتكم، لايك، انشروا الفيديوهات يا اخي. في قصص في بهاية القناة 180 فيديو يتكلم عن الاستغفار وعن سورة البقرة وعن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقايضة وأشياء جميلة جدا جدا أن تعيش وتحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا آية، عيش الآية ليل بالنهار ليل بالنهار. يعني بكرة أنت بتروح وبتقول لجارك أو لصاحبك أو لأخوك يا أخي أنا لزمت الاستغفار، كنت مديون، كنت غرقان بالديون، والله فك لي الأمور. بتصير أنت مبلغ، أنت داعية إلى الله. فهمت؟ انت افضل من 1000 واحد بيحكي حكي وانت كنت عشت هاي الايه، انك انت كنت مديون واستغفر الله استغفر الله ليل ونهار، استغفر الله استغفر الله، حتى فك لك الله الامور. لكن اياك ان الله فك لك الامور تنسى الاستغفار وتعود الى الذنب. اياك، بسحبني بسع ربنا. يلا على الاستغفار، مسبحه ليل نهار، او ظلك يا ست البيت انت بالليل والنهار خلص استغفر الله 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 استغفر الله. نسيتي حط لك حصوه بتمك، يعني حجر صغير هيك صغير صغير، مش علكي بتفكر حالك بتلوك علكي، اما حجر صغير حصوه صغيره او شيء يذكرك عشان تتذكر انه هي الحصوه حطيتها عشان الاستغفار. فاذا نسيت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حصوه صغيره اذا عشان اللي بينسى. واللي بده يحد جميل جدا بيصل الى استجابه الدعاء. بكفي هيك، هذا الفيديو بكفينا. امسك المسبحة، تب من الذنب واقبل، وشوف خلال شهر او اقل من شهر او اكثر من شهر بشوي. والله التدريج كان جميل جدا، هيك المطر من السماء والمال بدون ما تعلم منين بيجيك. والله جميل، والله الذي لا اله الا هو، قسما بذات الله، اقسم بذات الله ان الله حلني من هذيك الايام. من 2015 قضى الله عني ديني كلياته وجاء المال تدريجيا، واللي كنت بدي اياته كان اكبر من المال، اعطاني اياته كلياته والله الذي لا اله الا هو. وشوف الفرج، شوف الراحه النفسيه، لانه الذنب زي اللي انت بتحمل على نفسك اثقال، اوزار ثقل بطل تقدر تتحرك. فعندما تجلح هاي الذنوب وتطفو الى السطح بتصير تشوف الحياة غير شكل جميلة، بتصير الحياة جميلة أمامك، بتصير تفكر غير شكل. نعم، الله بيفتح عليك آفاق، والله بيبين لك مين أحلى طريق، سورة البقرة ولا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحوقلي ولا تروح على عمرة ولا تروح على حج ولا هيك. الله بيفتح لك. نعم، الذنوب تحول بين الحياة الطيبة والفلوس والحياة الطيبة والأولاد والحياة الطيبة بدون أمراض بدون إسقام. الذنب بنتوب منه ونستغفر وإن شاء الله بيفتح عليكم. هذولا فيهن يعني أقل ما فيهن 3 في 2 4 6 تقريبا 180-190 ألف استغفار. هنيئا للمستغفرين. الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآخر قال هنيئا لمن وجد في صحيفته كثير من الاستغفار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيش عذاب، فيش أوف، فيش أخ، فيش تعب، فيش مشقة يا زلمي يا هيك الوضع، فيش. بالاستغفار فيش شيء من الشكل. بس يلا نظف لك شوية هيك تنظيفات من الذنوب اللي سويتها، وقف عن الذنوب واقبل على الله وانتظر الفرج، مؤمنا يقينا ان الله سيفرجها. لانه قال في سورة نوح، الله اللي قال مش انا، قال فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من بشائر، يا اما بتشوف الرؤى من المبشرات، وهذا حديث صحيح، فاما تراه يقينا بالعين او بالرؤى، مبشرات او اشياء هيك فتوحات بتشوفها اشي جميل، عمال تاخذ اشي جميل، ثم بعد شوي هيك بتتحلحل الامور ان شاء الله. راقب الله بكل شيء. اول اشي الاستغفار، بدنا نعيش آية الاستغفار، بعدين نعيش آيات ثانية. لانه احنا كيف بنتوضا؟ احنا هسه وسخين من كثر الذنوب، بدنا نتوضا بالاستغفار، نصير نظيفين من الذنوب، ثم نقبل على الله يقبلنا الله واحنا نظيفين. فهمنا؟ واخر دعوانا وفقكم الله، فتح الله عليكم. اللهم إنا نسألك يا واسع الفضل أنك تعطي كل المستغفرين الذين أقبلوا عليك يا رب العالمين، اعطيهم بشائر الخير وافتح عليهم فتوح العارفين وزدهم من فضلك وفرج كربهم واهديهم إلى سبل الرشاد. اللهم ارفع الغم عن الأمة وعن المسجد الأقصى وعنا وعن أنفسنا وعن كل متابعينا وعن كل من بلغ عنا يا الله. غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا واستغفارنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد.